تدرون احنا مكذبين علينا كذبه كبيره؟ يا زين انتم تدرون هاي كذبه على مستوى عالمي والكره الارضيه كلها مكذبين عليها ومشيها عليها في رمضان زين، واذا اقول لكم هاي الكذبه صار لها مئات السنين مشيها علينا، مصيبه كارثه. وانا راح اقول لكم بحلقه جديده من عندك علم. تدرون مساحة افريقيا 30.37 مليون كيلو متر مربع؟ زين انتم عندكم علم مساحة الصين 9.6 مليون كيلو مربع بس؟ زين واذا اقول لكم مساحة اوروبا كلها 18 كم فشي شوية مليون كيلو متر مربع؟ يعني مساحة الصين ومساحة اوروبا وحتى مساحة امريكا ينجمعون بخارطة واحدة وما يجون بكبر مساحة افريقيا. زين ليش يعني مطلعيها صغيره هيك تشكنوا بالخريطه؟ شنو السبب؟ ها؟ انا اقول لكم. تدرون اكو شيء اسمه الاسقاط المرئي؟ هم جاي يحكي لنا بنظريات المؤامره، لا مو نظريات مؤامره، اكو شيء اسمه اسقاط مرئي، يعني احنا من نشوف الخارطه نشوف افريقيا صغيره، امريكا اكبر، روسيا اكبر، ما ادري منو اكبر من افريقيا، بس العكس مو هيك، قاره افريقيا هي كبيره جدا. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. بس ليش تعمدوا يطلعوها بالخريطة صغيرة؟ أنا أقول لكم ليش. رادوا يثبتون للعالم ويشوفون العالم ويوصلون فكرة العالم إنه هذا المكان مو مهم، وحتى بالنسبة للأفارقة إنه ترى قاعكم مو مهمة، فشي صغيرة وكاتلكم الجوع. زين ليش تعمدوا على هذا الشيء؟ أنا أقول لكم إيش بيها أفريقيا وليش تعمدوا هذا الشيء. اولا يا عزيزي المتابع الكريم، قبل لا احكي لك هاي المعلومات سوي لي لايك وعلق واي شيء سوي حلو معود. ايش بيكم؟ ابوس ايدك، شجع الشباب، شجع الشباب. نرجع الموضوع للمهم. 90% من الاراضي الصالحه للزراعه موجوده بافريقيا، 60% من المواد الخام والاحتياط الخام بالعالم موجود بافريقيا، 40% من احتياط الذهب بالكره الارضيه كلها موجود بافريقيا. لا ومو بس هيك، تمتلك 33% من احتياط العالمي للماس موجوده بارضها، و80% من مواد خام تدخل بصناعه الموبايلات، و40% من مواد اوليه ومواد خام تمتلكها كاحتياطي موجود بكل الكره الارضيه اللي يدخل بصناعه بطاريات السيارات. ومو بس هيك، افريقيا بها تنوع ثقافي كبير جدا جدا جدا، وهي كانت اساسا لحركات تحرريه موجوده هسه حاليا ضد الظلم والطغيان بالعالم. عدد نسماتها 1.4 مليار نسمه، وهاي المعلومات اغلبنا ما نعرفها عن افريقيا. ومو بس هيك، الاعلام العالمي والدول العالميه متفهين افريقيا بعيوننا ومخلين افريقيا وقاره افريقيا كمنطقه بالكره الارضيه ما لها اي اهميه لا هي ولا ناسها. والاهم من هذا كله واللي يشبع قهر من عده انه موصلين فكره انه هذول الافارقه جهل غوغائيين وهمجيين في سبيل انه ما يعرفون شنو قيمه هاي القاع. اخر معلومه مهمه جدا 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 واروح، 2050 راح يوصل عدد شباب افريقيا 2.5 مليار شاب، يعني ببساطه مستقبل البشريه راح يعتمد على الشباب الافريقي، وهذا هو في مال. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا.